العلمانية الكذبة الكبيرة، كذب كبيرة الناس تروج لها ويضحك عليها، إنه العلمانية من العلم. ما لهاش علاقة بالعلم. العلمانية بفتح العين نسبة، هي نسبة علماني، النون والياء هنا للنسبة وليس النسبة للعلم. علماني للعالم، علماني مثل فكهاني مثلا، نسبة للفاكهة، بياع فواكه. حلواني، أي شيء بالنهاية نسبته آني، حلواني، فكهاني، إلى آخره. فكلمة علماني هي نسبة إلى العالمية، إلى الوجود، يعني هم نظرتهم فقط، انطلاقهم، ابتداؤهم وانتهاؤهم الدنيا، لا علاقة للدين بالحياة، عزل الدين عن الحياة. وهذا مذهب كفري، كفر. من الذي صرح لكم؟ بأي سلطان أنتم، بأي قوة عزلتم دين الله عن خلق الله؟ هذا الكون كون الله، هذا الخلق خلق الله، فبأي حق تعزلون دين الله عن خلق الله؟ الإلحاد فرخت أفراخا كثيرة. من ضمن ما فرخ الإلحاد العلمانية. والإلحاد كنوع، نوعين ونوعان. النوع الأول الإلحاد النظري اللي هو إنكار وجود الله. في الإلحاد العملي، من ضمن أنواع الإلحاد العملي العلمانية، كأنهم يقولون لله عز وجل: الزم حدك يا الله، خلاص انت وين مكانك؟ هالمسجد والركعتين بنصليهن، وبرا الجامع ما إلك علاقة. يا الله، يا الله، انت حاشا لله عز وجل. الله عز وجل سمى هذا الكلام شرك. تروا احنا لازلنا في مكة. كلام عن الحاكمية والحكم والتشريع، هذا الكلام والمسلمون في مكة المكرمة. القرآن المكي حافل بالآيات التي تتحدث عن الحاكمية، وأنه للعالم كافة وللناس كافة في كل أحداثهم، حتى القصص القرآني. يعني لما يجينا إبراهيم عيسى ويتكلم عن العلمانية، بأي سلطان يا إبراهيم عيسى؟ بأي سلطان يا إسلام البحيري؟ بأي سلطان يا نوال السعداوي؟ بأي سلطان يا عمر حمزاوي؟ يعني أنتم هاي الأسماء اللي ذكرناها هم أيتام لفرح أنطون، لشميل، كلاهما لبناني، هذا شميل وفرح أنطون. هؤلاء هم الذين روجوا العلمانية. أما يجيني إبراهيم عيسى، ويجيني عمر حمزاوي، ويجيني نوال السعداوي وإسلام البحيري، أسماء يعني في مصريين هؤلاء. طبعا لماذا نتكلم عن مصريين بالذات؟ سبحان الله، هم يعني رواد الثقافة في العالم العربي والإسلامي، كان السينما، وإن كان بالكتابة، وإن كان بالإنتاج، للأسف أقولها. فالعلمانية كمبدأ هي مبدأ كفري، مبدأ عقدي كفري، يمنع وصول الدين للحياة بأي سلطان. حتى في القصص القرآني، القصص القرآني اللي موجود في السور المكية، الله عز وجل يخبرنا عن نمط هؤلاء الذين يستغربون ويستهجنون وجود الدين في الحياة. أما قالوا عن شعيب، قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أنت شو بتحكي يا شعيب؟ تقول لي الدين له علاقة بالفلوس والمال، وتقول لي ربا ومش ربا وحلال وحرام؟ إنك لا أنت الحليم الرشيد، أنت العاقل يا شعيب. لا هذا الكلام الله سجله لنا وين؟ في سور مكية، في القصص القرآني. يعني حتى ما تتفاجئوا بكرة لما تروحوا على المدينة، أيها المسلمون، لا تتفاجئوا لما تقام لكم دولة في المدينة إن هناك حاكمية، هناك سلطان لله عز وجل في تصرفاتكم وفي أفكاركم. الأفكار اللي الله سماها الفتنة أشد من الكفر، أكبر من الكفر، سماها أكبر من الكفر. فتنة هي إنك تفتن الناس عن دينها عن طريق الإعلام، طريق الإعلام العلماني الذي لا يرى إلا الدنيا أمامه. حتى في سورة الشورى: أم لهم شركاء
سماهم شركاء رب العالمين. سماهم شركاء أم لهم شركاء؟ شو مالهم هذول؟ لماذا سماهم الله شركاء؟ شرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وين إذن الله؟ هو على كيفكم. العلمانية يا إخواني الآن شوف نتائجها اللي احنا فيها. نتائجها صار فيش عندنا ذكر وأنثى، لا، في ذكر وفي أنثى وفي نوع ثالث. هي نتائج العلمانية. نتائج العلمانية من ملايين القتلى حروب. نتائج العلمانية شذوذ. نتائج العلمانية اقتصاد متورم وفقراء. نتائج العلمانية رأسمالية وحيتان تبتلع الصغار. نتائج العلمانية شذوذ. نتائج العلمانية قتل. نتائج العلمانية تشرد الناس من أرضها ومن بلادها ويرفع الفيتو تحت بند ماذا؟ تحت بند دفاع عن النفس إلى آخره. إحنا في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي عندنا دين يحكم، لكن العلمانية الآن في مأزق كبير يا إخواني، مأزق أو مأزقين في الحقيقة. هناك مأزقان للعلمانية. المأزق الأول أنهم مش مستعدين للتضحية. هؤلاء دعاة العلمانية، كبراء العلمانية، يعني بين قوسين نسميهم كبراء العلمانية. هؤلاء طبعا موجه جديد للنفاق والمنافقين. هم في مأزقين. المأزق الأول مأزق أنهم مش مستعدين يضحوا. هم يمتطون ويستقون بالسلطة القمعية، والتهمة جاهزة، الإرهاب. السلطات القمعية الشمولية هي التي أعطتهم الإعلام وأعطتهم الإنتاج وأعطتهم البرامج حتى يصولوا ويجولوا. بالتالي هم على بساط من ريح، على طبق من فضة أخذوا كل هاي الأمور. فمش مستعد يضحي عشان مبادئه، لا، على طول بنعزل. هذا المأزق الأول. المأزق الثاني وهو الأخطر انهم دائما يحاربون اما الرموز الدينيه او الشعائر الدينيه تحت بند انهم الطرق على السمع، الطرق على الاذان، حتى انه يستهين الناس بمبادئهم برموزهم. فالمأزق الاول هو امتطاء السلطه القمعيه واعطتهم المجال. المأزق الثاني مأزق انهم يستهترون بالرموز الدينيه والشعائر الدينيه. فأنيبوا إلى الله. أنا هنا أعيب على من يسمع لهم من المسلمين. القرآن سجل وقال وفيكم سماعون لهم، لا تسمعوا لهم حتى لا يلوثوا فكركم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.